السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو انا نزلته. انا بقالي فترة طويلة ما نزلتش فيديوهات، وده كان علشان شوية ظروف كانوا عندي. بس الحمد لله رجعت اصور فيديوهات تاني، وبصراحة وحشتوني وحشتوني وحشتوني. ده اولا. ثانيا، الفيديو بتاع بقى النهاردة انا اول واحدة كنت منتظراه صراحة. انا من زمان وانا نفسي اغير فرش الركنة بتاعي، وغيرته بالفعل، بس برضو ما كانش عاجبني قبل كده. فالمرة دي صراحة حسيت انه عجبني، فقلت لازم بقى انزل لكم الفرش الجديد بقى بالاسعار، بكل الحاجات الجديدة اللي انا عملتها فيه. وصراحة انا حاسة انها فرقت. برضو هستنى رأيكم في الكومنتات اذا كان فعلا فرقت ولا لأ. بس في البداية نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى الغالي. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة يشرفني انك تنضم لقناتي. اول حاجة هنبتدي بيها هي قماش الركنة والجبير. القماش بتاع الركنة كان من النوع الجلد المقلوب. هو ووتر بروف ضد المية، وكان سعره 105 للمتر. يعني انا جبت منه 6 متر على اساس ان الركنة بتاعتي 2 في 3، فجبت منها 6 متر. بس انا ما استخدمش 6 متر كلهم، اتبقى جزء منه عملنا بيه المناديل اللي هتشوفوها دلوقتي. المناديل دي بنفس الحجم اللي انتوا هتشوفوه ده، عملنا منه 5 مناديل. يعني ال6 متر كفوا الركنة، واتبقى منهم قماش كفوا 5 مناديل. زي ما قلنا الركنة كلفتني، القماش بتاع الركنة كلفني 630. بالنسبة بقى للجبير اللي انا استخدمته، الجبير بتاع المناديل كان ب10 جنيه للمتر، جبت منه 6 كلفوني 60 جنيه. اما بالنسبة للجبير بتاع الركنة نفسها كلفني 16 جنيه للمتر، يعني 96 جنيه ل6 متر. بالنسبة بقى للمكياس المخدات دي، هي كانت عندي من ايام الفرح وما كنتش استخدمتها، يعني كنت ركناها لاني لقيت المخدات كبيرة جدا، لحد ما جات لي فكرة ازاي استخدمهم، فطلعتهم عشان نستخدمهم سوا. بالنسبة بقى للشغل ده، فكان شغل عندي على العباية. كان عندي عباية ركناها ما كنتش بلبسها يعني وكده، وكان الشغل ده عجبني جدا عليها. فقلت استغله، فشلته وقلت ان شاء الله هركبه على الركنة. زي ما انتم شايفين الشغل كان قايم جدا، فانا استخسرت صراحة ارمي العباية بالشغل الجامد ده. ده برضو كان شغل تاني عليها زي ما انتم شايفين. انا حاولت ان انا الف والاقي شغل تاني منها في المحلات، بس للامانه ما لقيتش، وكمان قالوا ان الحاجات دي ما بتنزلش عشان اسعارها غاليه جدا جدا. بدايه كده انا فرشت اللي هي الفرش بتاع الركنه. هو نازل انا عاملاه زي اسطمبه، بس مش عاملاه بسوست ولا حاجه. وبعد كده حطيت المناديل زي ما انتم شايفينها على الاركان، وزعت ال5 مناديل. وبعد كده عملت الشغل اللي كان على العباية بالشكل اللي انتم شايفينه ده، يعني ان هو بيدي بس تنطيق كده للركنة. حسيته فارق معاها جدا، ويمكن في الاصل باين اكتر. بالنسبة بقى لأكياس المخدات، انا ركناها من يومها علشان هي مش قد المخدات، بس انا قلت ممكن اعملها بدبابيس كده من بره، برضو هتدي منظر جميل، ان هي برضو استغلها زي ما انتم شايفين. وده بقى كان الشكل النهائي للركنة بالتكلفة بتاعتها والأسعار. القماش كلفني 630، والجبير كله كلفني 156، والمصنعية كانت 150، يعني كله كلفني 936 جنيه. طبعا انتي لو هتجيبيه من بره هيكلفك بأكتر من كده بكتير، وكمان جودة القماش والخامات والجبير اللي بيتجاب من بره ما بيبقاش قد كده وما بيعيش. دي حاجة معمولة مصنعية كده معمولة، يعني حاجة كده محترمة. وزي ما قلت لكم الأسعار بتاعتها مش مكلفة خالص. يلا بقى لو انت عايزة تجددي اتشجعي كده وجددي ركنتك. ولو عجبك الفيديو ما تنسيناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد.